في الايام اللي فاتت في القناه عملنا استطلاع راي وسالنا الناس انت بتعمل كام في الشهر من الفريلانسنج بس، وناس كتير ردت علينا. بس لما بصينا انا وفضل على النتائج خدنا بالنا ان في مشكله كبيره، وهي ان 73% من الناس ما حققتش ولا دولار من الفريلانسنج. فدخلنا سالنا الناس وركزنا في الكومنتات اللي الناس بتكتبها في الفيديوهات بتاعتنا، وخدنا بالنا ان عندهم سؤال واحد مشترك، وهي ازاي يبقى عندي سابقه اعمال او بورتفوليو من غير ما يكون عندي اي عميل قبل كده. وخد بالك حتى لو السؤال دوت ما جاش في دماغك، بس هو سؤال مهم جدا، لان غالبا انت بتقعد فتره كبيره بتدور على شغل وبتعمل بروبوزل وبتتعب فيه وتبعته لاكتر من عميل، ولما عميل منهم يرد اول حاجه بيسالها لك ممكن تبعت لي اي حاجه عملتها قبل كده، وانت لو ما عندكش حاجه فعلا توريها له فانت غالبا الشغل ده بيروح لحد تاني، وساعات كتيره جدا بيبقى مهاراته اقل منك، بس هو عنده سابقه اعمال يقدر يوري بيها العميل هو عمل ايه قبل كده. وفي شغلانات كمان بيبقى العميل حاطط في الديسكربشن بتاعه ان هو عايز حد عنده سابقه اعمال من الاول، لو انت مش عندك ما تقدمش. وده منطقي لان انا كعميل مثلا مش هدفع وقت ومجهود وفلوس مع حد انا مش متاكد هو اصلا بيعرف يعمل حاجه ولا لا. فانا في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل بورتفوليو حتى لو انت ما عندكش اي عميل قبل كده، وايه الحاجات اللي تركز عليها عشان ما تضيعش مجهودك ولا تتشتت. انا عزيز عبد العزيز، توب ريتد فريلانسر على ابورك في مجال الفيديو اديتنج بقالي 5 سنين. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت عايز تتعلم كل حاجه عن الفريلانسنج والفيديو اديتنج. اول حاجه لو انت بتستهدف كله فانت مش بتستهدف حد. لازم وانت بتعمل البورتفوليو بتاعك تحدد كذا حاجه، اولهم ايه هي البلاتفورم اللي انت عايز تشتغل عليها. عايز تشتغل على اليوتيوب ولا انستجرام ولا تيك توك؟ لان كل واحده فيهم ليها معايير مختلفه. واظن انت خدت بالك هتلاقي ناس كتير جدا عاليين جدا في اليوتيوب بس تقريبا ما لهمش اي ظهور على تيك توك او انستجرام، وناس عاليه جدا على انستجرام وتيك توك بس ما لهمش وجود على اليوتيوب. ودوت لان كل الجوريثم بتمشي بطريقه معينه وعايزه حاجه معينه. تاني حاجه ايه هو المجال او النيتش اللي انت عايز تشتغل فيه؟ هل هو الفود والريسيبيز والاكل عامه، ولا عايز تشتغل في الفلوجز والسفر، ولا الجيم والفتنس، ولا الاديوكيشنال كونتنت او الناس اللي بتطلع تتكلم وتعلم الناس حاجه؟ ثالث حاجه ايه هو الستايل بتاعك؟ وخد بالك من هنا الستايل بتاعك هيختلف تماما على حسب النيتش اللي انت كنت مختاره او المجال اللي انت كنت مختاره. لان انت مثلا لو هتشتغل في الجيم فانت عندك الستايلز ديت، لو انت شغال في الفود فانت عندك الستايلز اللي قدامك ديت اللي هي اي اس ام ار او الناس اللي بتتكلم عامه وهي بتعمل الاكل، لو انت بتشتغل في السفر والفلوجز والحاجات ديت فانت عندك الانواع دي برضه. رابع حاجه ودي اكتر حاجه معظم الناس حتى اللي عندها بورتفوليو قبل كده بتقع فيها، وهي اللغه. ركز ان انت البورتفوليو بتاعك لازم المحتوى اللي يبقى فيه بنفس لغه العميل اللي انت بتستهدفه. يعني ما ينفعش اكون بعمل محتوى عربي هنا في البورتفوليو بتاعي وانا بستهدف عميل اجنبي، لان غالبا العميل هيبص على اول سنتين ثلاثه في الفيديو هيلاقيه لغه ثانيه وغالبا مش هيتفرج عليه. وده منطقي لان غالبا احنا لما بنشوف حاجه بلغه ثانيه احنا مش فاهمينها بنعمل سكرول وما بنركزش فيها. دلوقتي احنا عرفنا ايه هي الحاجات اللي بنحدد على اساسها البورتفوليو بتاعنا. تعالى اقول لك ازاي بقى نعمل بورتفوليو. اول حاجه وهي الريبيربسنج، اسهل طريقه تعمل بيها بورتفوليو وتجمع بيها فيديوهات كتير باقل مجهود، وهي ان انت تشتغل على فيديوهات الانستجرام والتيك توك واليوتيوب شورتس. وبالنسبه لك اليوتيوب يعتبر منجم للرا ماتيريال اللي تقدر تستخدمها في الفيديوهات دي. يعني تعالى ندي مثال، لو احنا هنشتغل دلوقتي في مجال السفر فاحنا ممكن ندخل على اليوتيوب ونكتب ترافلنج فلوجز، هتلاقي ناس كتير جدا عامله فيديوهات في المجال ده. دي واحده مثلا من الناس اللي عجبني الفيديوهات بتاعتها، دخلت اتفرجت على الفيديوهات بتاعتها ولقيت الفيديو ده عجبني. بعد ما اتفرجت على الفيديو اخدت بالي ان في لقطات كتيره جدا ممكن استخدمها في الفيديوهات القصيره بتاعتي، حاجات مثلا اقدر استخدمها في تيبس وتريكس الادفنشر والمغامره، وايه هي الحاجات اللي عملتها هناك او الحاجات اللي هي بتبين الطبيعه، وهتقدر تعمل بيها حاجات اكتر من كده بكتير. وده غالبا لان فيديوهات اليوتيوب بتبقى ابطا والايديت بتاعها بيبقى اقل بكتير من الانستجرام والتيك توكس والحاجات دي كلها، وهتلاقي المده بتاعت كل مقطع في الفيديو كبيره كفايه ان انت تقدر تسحبها وتشتغل بيها في فيديوهاتك. زائد من شغلي في المجال دوت اخدت بالي ان معظم الداتا اللي بتجيلك عشان تشتغل بيها وتعمل بيها فيديوهات اليوتيوب تبقى هي بالظبط اللي بنشتغل بيها عشان نعمل بيها فيديوهات الانستجرام والتيك توك واليوتيوب شورتس. فالموضوع ما بقاش فيه فرق كبير قوي سواء اخدتها من اليوتيوب او الرا ماتيريال نفسها. مثال تاني، تعالى ناخد مثلا الفيديوهات الاديوكيشنال كونتنت او التوكن هيد زي اللي احنا بنتكلم فيها دي. فانت هتدخل على اليوتيوب وتكتب اي مجال انت عايزه، بيزنس، فريلانسنج، اي حاجه، وتكتب جنبيه كلمه بودكاست. وده لان معظم البودكاست ما بيبقاش فيها اي اديت تقريبا، وبيديك الاريحيه ان انت تعمل فيها اي ستايل انت عايز تجربه، مثلا زي علي عبد العال، ايمان جاتسي، اليكس هرموزي، او اي حاجه مثلا عايز تشتغل فيها موشن جرافيك. وعندك الامثله كتيره جدا والاستغلالات كتيره جدا على حسب كل مجال، سواء بقى جيم، فيتنس، انترفيوز، بودكاست، اي حاجه. كل اللي عليك تعمله ان انت تدخل على التيك توك وانستجرام وتشوف ايه هو نوع الاستايلات او الحاجات اللي بتتعمل في المحتوى ده وفي المجال دوت، وتاخد الماتيريال بتاعتك من اليوتيوب. تاني طريقه وهي التوب كريتورز ريكرييشن، والطريقه دي عباره عن ان انت تاخد فيديو واحد وتعمل منه كذا ستايل مشابه لصناع المحتوى المعروفين. يعني مثلا لو هنتكلم عن الجيم فانت في ستايلات كتيره جدا ممكن تعمل زي مؤمن ماهر، انفورما، ديفيس دالي، هيثم سلامه وغيرهم كتير. ولو هنتكلم عن الاكل والريسيبيز فانت ممكن تعمل فيديوهات زي ديت اللي هي اسمها اي اس ام ار، او تعمل فيديوهات زي اللي هم بيتكلموا بيحكوا فيها الوصفه عباره عن ايه. وبالطريقتين دول والاربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم في الاول هتعرف ازاي تعمل بورتفوليو يجيب عميل. بس في حاجه، هل لما عميل يجي يكلمك هتبعت البورتفوليو بتاعك كله كده على بعضه؟ اكيد لا.
في طرق كتير قوي تنظم بيها البورتفوليو بتاعك وتخليه باحسن صوره. في ناس بتستخدم السوشيال ميديا بتاعتها ودي افضل طريقه الصراحه ان انت تنزل الشغل بتاعك، ده هيجيب لك عملاء اصلا. في ناس بتحطها على جوجل درايف وتقسمها على حسب النيتش او المجال، جيم، فود، فلوجينج، وسفر، اديوكيشنال كونتنت وغيره. في ناس بتحط اللينكات بتاعتها على نوشن. ولو عايز تبقى بروفيشنال اكتر يبقى الحل ان انت تستخدم ويب سايت. بس القاعده الوحيده اللي انت لازم تاخد بالك منها ان انت ما ينفعش تحطها في اي لينك شكله مش مظبوط، لان العميل برضه يفتكر ان هو شخص تاني هيخاف يخش على اي حاجه هو مش عارفها. فانت التزم باللينكات اللي شكلها معروف، اللي هي جوجل درايف، دروب بوكس، سوشيال ميديا عامه بانواعها، نوشن وغيره. ومفاجاه الفيديو دوت ان احنا هنبعت كل شهر الرا ماتيريال بتاعت الفيديوهات بتاعتنا للناس اللي مسجله معانا في الفورم اللي موجوده في الديسكربشن، عشان تعرف تجرب فيها وتتعلم عليها وكمان ترفع السوشيال ميديا بتاعتك. وكده كده احنا شايلين حقوق الملكيه من عليها. بما انك انت وصلت للمرحله ديت فما تنساش تعمل سبسكرايب وتبعته لاصحابك. شكرا.